السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. أنا مريهان جاد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من آخر فيديو. رجعت لكم النهاردة بفيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض بيرسيل جل بطريقة اقتصادية وموفر جدا، وبيدي كمية حلوة جدا، وكمان آمن على الغسالات الأوتوماتيك. وفي فيديو النهارده هوريكي ازاي تعملي 5 لتر من البرسيل الجل وكمان للغسالات الاوتوماتيك ب75 جنيه. معقوله يا مريم ب75 جنيه 5 لتر برسيل جل؟ هقولك ايوه ب75 جنيه، ووالله والله والله ويمين اتحاسب عليه قدام ربنا ان البرسيل الجل ده مش اول مره اعمله. البرسيل ده انا عاملاه قبل كده كذا مره، بس ما كنتش بصوره، ومش هقدر ان انا اصور حاجه ولا اطلعها على القناه الا لما اكون مجرباها الاول. انا مش هجازف بالغساله الاوتوماتيك بتاعتي، لان طبعا كلنا عارفين ان دلوقتي الاجهزه الكهربائيه اسعارها مرتفعه ازاي، فمش هقدم حاجه على القناه علشان بس المشاهدات، لا انا هقدم الحاجه اللي اكون مجرباها قبل كده ومستفاده منها والاقيها كويسه معايا، عشان كده اقدر ان انا اطلع اقول لكم عليها. وزي ما انت شايفه معايا في الفيديو السمك بتاعه عامل ازاي. كمان عملت منه 5 لتر يعتبر ونص، مش 5 لتر بس، وهتشوفوهم معايا في الفيديو وهنمشي بالخطوات واحده واحده. هو ممكن يبان لك وانا بضيفه في الجيركن ان هو خفيف، بس علشان انا مسرعه الفيديو عايزه اقولك ان هو حلو جدا وتقيل جدا واقتصادي وموفر. ويلا بينا نشوف عملنا البرسيل الحلو ده ازاي مع بعض. ولو كنتي اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف عملنا البرسيل الحلو ده وكمان الاقتصاد والموفر ده ازاي مع بعض. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. التركيبه دي يا جماعه تقدروا تجيبوها من اي محل بيبيع منظفات، تقولي له عايزه تركيبه البرسيل الجيلي للغسالات الاوتوماتيك. فاول حاجه معايا وهي التايلوس، وطبعا كل حاجه هعملها معاكم دلوقتي وهشرح لكم بتتعمل ازاي. كمان معايا كربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم وملح ليمون. والكيس ده اللي هي الماده الشفافه دي اسمها تكسابون. وكمان معايا البوتاس او قشور الصودا الكاويه. الكيس ده بقى اللي هو الغامق اسمه سالفونيك، يا رب اكون بنطق الاسم صح. واخر حاجه معايا اللون، وكمان العطر، اي عطر انت تحبيه بتقولي اللي بتاع المنظفات عليه. والكيس اللي هو اخر حاجه اسمه مانع للرغوه. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونركن كل حاجه دي، كل مكوناتنا دي على جنب، ونشوف بقى هنعمل البرسيل الجيلي ده مع بعض ازاي. دلوقتي بقى هنحضر الحاجات اللي هنشتغل فيها مع بعض، وطبعا طبق وكمان مضرب لسهوله الضرب. المضرب ده متهالك، مضرب قديم عندي، فانا عملته لتركيبات المنظفات فقط. وكمان هحتاج لتر من المية، اي حاجة معيارية تعاري فيها لتر من المية، برطمان، ازازة، اي حاجة. هضيف لتر المية في الطبق، وهنبدأ بقى ان شاء الله كده نجهز التركيبة مع بعض. اول لتر مية هضيف فيه كيس البوتاس او قشور الصودا الكاوية. واهم حاجه وانتي بتعملي التركيبه دي يا جماعه خلوا بالكم ما يكونش جنبكم او اي اطفال خالص. وكمان خدي بالك وانتي بتركبي، لان البوتاس ده او الصودا الكاويه دي مواد كاويه، دي مواد حارقه للجلد، فخدي بالك وانتي بتستعمليها. تمام كده. انا ضفت اول كيس معايا اهوت وهقلبه حلو جدا في الميه. اهم حاجه تتاكدي من ذوبانه خالص في اللتر الميه. لك ان انا مسرعه الفيديو، بس فعلا هو بياخد وقت. اي نعم انت بتتعبي شويه في التقليب، بس صدقيني موفر جدا وكمان امن جدا جدا على الغسالات الاوتوماتيك. خلاص كده انا اتاكدت ان البوتاس ده معايا اهوت. دلوقتي بقى هجيب طبق فاضي، طبق كبير، هبتدي بقى ان انا اضيف فيه لتر الميه اللي انا ضفت عليه كيس البوتاس. يعني انا بركب في الطبق خارجي لوحده، وبعد كده ببدا ان انا اضيف لتر كده على بعضه. تمام كده خلاص اول لتر معانا. تمام، فخدي بالك بس من الترتيب بتاع التركيبه. تاني حاجه جبت الطبق وجبت برضو المعيار اللي معايا لتر من الميه. دي تاني حاجه، يعني انا بشاور لكم في الفيديو اهوت وبقول لكم ده تاني لتر معايا. ضفته زي ما احنا شايفين كده مع بعض في الطبق. دلوقتي بقى هبدا اضيف عليه
تاني كيس معايا وهو كيس كربوناتو او بيكربونات الصوديوم. طبعا كلنا عارفين ان الكربوناتو بينظف الهدوم حلو جدا، وطبعا بفضل اقلب فيه حلو جدا زي ما انت شايفه معايا كده. اهم حاجه تتاكدي من ذوبانه. وبعد ما بتاكد من ذوبان الكربوناتو خالص بضيفه بقى في الطبق اللي انا ضفت فيه اللتر الميه الاولاني اللي كان عليه كيس البطاطس. ركزي معايا كده، انا حاسه ان انتوا هتوهوا مني. زي ما انت شايفه كده هضيفه على لتر الميه الاولاني. وكمان لو انت ما لقيتيش عند بتاع المنظفات التركيبه دي جاهزه عنده، هو بيبقى هو اللي مجهزها. لو ما لقيتيهاش اكتبي لي في التعليقات، والمره الجايه باذن الله وانا بشتري من عنده هقولك تشتري الجرامات بالظبط وتركبيها معايا. ده 3 لتر معايا اهوت من الميه بضيفه في الطبق. ودلوقتي بقى 3 لتر ميه معايا هضيف عليه كيس ملح الليمون، وده شكله اهوت بوريهولك. وطبعا بقلبه حلو جدا وبتأكد من ذوبانه في 3 لتر ميه معايا. وبعد ما بتأكد من ذوبانه بضيفه للطبق اللي ضفنا فيه لترين الميه الاولانيين اللي كان فيه كيس البطاطس وكمان كيس الكربوناتو. يا رب اكون يعني قادره اوصل لكم المعلومه وقادره افيدكم. دلوقتي بقى 4 لتر ميه معايا هضيف فيه كيس السلفونيك. وبفضل كيس خالص ما بسيبش فيه اي حاجه. اهم حاجه انك تضيف المكونات كلها، يعني ما تسيبيش اي حاجه في الكيس علشان مكوناتك او البرسيل بتاعك يطلع مظبوط. وبقلبه حلو جدا طبعا وبتاكد من ذوبانه في الكيس. كمان ممكن بدل ما تبداي ان انت تضيفي لتر كده في الطبق وتقلبيه وتضيفيه على التاني، لا انت ممكن تجيبي طبق كبير فيه 5 لتر من الميه وتبداي تضيفي المكونات دي واحده واحده وتقلبي حلو جدا. بس علشان انا اللي بقلب لوحدي يعني مفيش حد معايا، فبيبقى بالنسبه لي كده اسهل. وكمان عشان اتاكد ان الحاجات اللي معايا دابت كلها. خلاص زي ما انتوا شايفه كده بعد ما قلبته تلاقيه تقل معايا كده في الميه. بعد كده بقى هبدأ اضيفه بالتدريج مع التقليب زي ما انت شايفاني كده بسرعة. اهم حاجة التقليب بسرعة عشان ما يكلكعش معاكي في المية. بتقلبيه حلو جدا، يعني ايد بتنزل كده من الطبق وايد بتقلب. ويفضل لو انت معاكي حد يساعدك وانت بتعملي التركيبة دي، ان انت تضيفي كل المقادير دي بالترتيب زي ما انا بعملها كده في طبق كبير مرة واحدة. بس انا بعملها كده علشان تبقى مسهلة عليا وانا بقلبها. وده كده بعد ما قلبته شايفه الرغوه اللي بقت معايا. دلوقتي برضو في نفس الطبق انا ما بغسلش الطبق بعد كل استعمال، لا هو طبق واحد وبركب التركيبات كلها ورا بعضيها. دلوقتي بقى هجيب كيس اللي هو التكسابون اللي هي الماده اللي هي الشفافه دي وهضيفها في الطبق. كمان ماده التكسابون بتبقى ماده قوامها سميك شويه، ما بتدوبش معاكي في الميه بسهوله وبتبقى عامله تكتلات في الميه. فبضيف عليها 3 معالق من الملح، ملح الطعام 3 معالق كبار زي ما انت شايفه معايا كده. بعد ما ضفت ليها الملح بقلبها حلو جدا كده لحد ما يختلطوا ببعض، وتيجي تبصي تلاقيه بعد ما كانت ماده شفافه بتتحول للون الابيض كده. بس اهم حاجه التقليب المستمر فيها. ايه قوامها بقى قوام سميك زي ما انت شايفه معايا كده. 5 لتر ميه معايا وببدأ ان انا انزل على التكسابون اللي انا قلبته مع الملح ده بالتدريج واحده واحده، لان زي ما قلت لك ماده التكسابون دي ماده قوامها سميك، لما بتيجي تدوبيها ما بتدوبش بسهوله. فزي ما انت شايفه كده ايد بتقلب وايد بتنزل الميه عليها بالتدريج. واهم حاجه تتاكدي من ذوبان التكسابون. يعني انا بقول لك تاني اهوت التكسابون ماده قوامها سميك، فخدي بالك وقلبيها حلو جدا وتأكدي حلو جدا ان انتي دوبتيها. دلوقتي بقى بعد ما اتأكدت ان مادة التكسابون دابت معايا في 5 لتر من المية ببدأ اضيفها على 4 لتر المية الاولانيين اللي كنا ضفناهم بالتدريج. وزي ما انت شايفة معايا كده بنزل بالتكسابون بالراحة بالتدريج كده مع التقليب. عشان كده لما قلتلك في الاول ان انا بضيفهم في لتر من الميه وببدا ان انا اضيفهم على بعض وبقلب، لان بيسهل عليا، لان ما بقدرش ان انا اقلب الكميه كلها مع بعضيها.
كده خلاص انا اتأكدت ان انا خلطت حلو جدا مادة التكسبون مع الحاجات اللي احنا ضفناها قبل كده. بقى انا كده معايا 5 لتر من البرسيل الجل. طيب انت البرسيل الجل ده كده بالنسبة لي خفيف وكمان في رغوة. طيب في مادة اللي انا اول حاجة ظهرتها في الفيديو اللي هي مادة التايلوز. مادة التايلوز دي عبارة عن ايه؟ مادة بودرة كده بتضيفيها على المكونات اللي معانا دي، بتبدأ تديكي سماكة للبرسيل الجل، يعني بتديله تقل. فانتي لو هتعرفي تقلبيها حلو جدا على ال5 لتر اللي احنا عملناهم دول، بتبدأي تضيفيهم بالتدريج مع التقليب. بس انا ما بقدرش ان انا اقلب ال5 لتر دول مرة واحدة مع مادة التايلوز، فباخد زي ما انت شفتي معايا كده في الفيديو كمية بسيطة من ال5 لتر اللي احنا قلبناهم اللي هم البرسيل الجل دلوقتي في الطبق، وابدأ ان انا انزل بمادة التايلوز دي بالتدريج، علشان المادة دي اللي بتعمل قوام معايا للبرسيل وبتقله، وفي نفس الوقت ما بتضافش يا جماعة كمية واحدة، يعني ما بتضافش مرة واحدة على البرسيل، لا بتضاف بالتدريج، لان هي بتنزل تعمل تكتلات. شايفة؟ يعني انا ايد بتضيف وايد بتقلب، والايد اللي بتضيف ازاي؟ يا دوبك حاجة بسيطة، يعني بنزل بيها بالبودرة بتاعتها دي بالراحة كده. فلو حد موجود معاكي يضيفلك وانتي تقلبي طبعا هيبقى افضل بكتير. ولو انتي ملاحظة معايا ان انا كل ما بضيف مادة التايلوز وبقلب فيها القوام بيتقل معايا. طبعا هي اخر مرحلة دي بتبقى متعبة شوية، لانك بتضيفي كمية بسيطة مع التقليب، فالصراحة هي بتوجع الدراع شوية من كترة التقليب يعني. فانا بقلب شوية وبرتاح شوية وبرجع اكمل تقليب تاني. وزي ما انتوا شايفين معايا بعد ما خلاص ضفت كمية التايلوز اللي موجودة معايا، القوام بقى سميك، واتأكدت كمان ان انا دوبته حلو جدا. ببدأ بقى ان انا اضيفه على البرسيل الجل اللي هو كان موجود معانا. زي ما انت شايفة معايا كده ببدأ ان انا اضيفه بالتدريج، بنزل واحدة واحدة وبضيف ومع التقليب المستمر. وهرجع اقولك تاني، لو انت معاكي حد وهتقدري ان انت تقلبي مادة التايلوز دي في ال5 لتر برسيل الجل مرة واحدة، ضيفيهم وقلبي. بس انا ما بقدرش، فعلشان كده بضيفهم واحدة واحدة. وبكده اقدر اقولك ان احنا خلصنا البرسيل الجل بتاعنا بنسبة 95%. اخر مرحلة ان شاء الله وهنعملها مع بعض دلوقتي ان احنا هنضيف مانع للرغوة. طبعا كلنا عارفين ان الغسالات الاوتوماتيك ما ينفعش ان البرسيل بتاعها يبقى عامل رغوة، لان لو عمل رغوة الرغوة بتخنق الغسالة، وطبعا ده غلط عليها. فزي ما انت شايفة كده بضيف كيس مانع الرغوة. ولو تلاحظي معايا ان انا اول ما بضيف الكيس بتلاقي ان الرغوة بتبدأ تهدى معايا. وبكده بعد ما ضفت مانع الرغوة هقلب بقى البرسيل شوية حلو جدا لما اتأكد ان مانع الرغوة اختلط بالبرسيل كله، وبعد كده هسيبه يرتاح شوية، فالرغوة بتبدأ تهدى خالص معايا. وكده بعد ما سبت البرسيل تقريبا حوالي 10 دقايق زي ما انت شايفة كده معايا الرغوة بتاعته هدت خالص. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اضيف اللون ده على حسب ما انت تحبي. عايزة اللون بتاعه تقيل قوي، خفيف، ازرق قوي، بتاع المنظفات بيبقى عطيني كيسين، كيس اللي هو كيس العطر وكيس اللون اللي هو الازرق الجل ده. فببدأ اضيف منه بالتدريج على البرسيل لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها. وبعد بقى ما تظبطي اللون اللي انت حباه ودرجة اللون اللي انت عايزاها، اخر مرحلة وهي ان احنا بنضيف العطر. العطر بيبقى فيه كذا ريحة. انا الصراحة بحب ريحة اللافندر. بيبقى كمان عند بتاع المنظفات عطر الدوني، وبريحة البرسيل العادية، وكمان بريحة الاوكسي تقريبا. بس انا الريحة اللي انا بحبها اللي هي ريحة اللافندر. فبجيب كده وبضيف على البرسيل بتاعنا اخر حاجة بقى العطر. وكمان بيتبقى طبعا احنا عايزين العطر كله، فباخد الكيس كده اضيف فيه شوية مية بساط، وبعد كده اقلبهم في الكيس واضيفهم على البرسيل. ويا رب اكون قدرت افيدك. انا عارفة ان انا رغيت جدا في الفيديو ده، بس سامحوني لاني كنت عايزة اوصل لكم طريقة تركيب البرسيل الجل دي بالظبط. والله كان الفيديو تقريبا داخل في النص ساعة، وحاولت ان انا امنتجه على قد ما اقدر وان انا اسرع في الفيديو، بس برضو كان فيه معلومات كتير لازم اقولها لكم في الفيديو.
وكمان للمصداقية والأمانة، اللون بعد ما حطيت العطر حسيت ان لون البرسيل الجل دوت لونه خفيف، ففاض عندي كمية بسيطة من اللون، ضفتها كلها على البرسيل وقلبته. وده كده الشكل النهائي للبرسيل الجل بتاعنا بعد ما سبته يرتاح شويه. وزي ما قلت لكم كانت اخر كميه من اللون الازرق الجل اللي كان معايا ضفته، لان حسيت ان اللون بتاعه كان خفيف جدا. كده سبته يرتاح شويه وبعد كده قلبته حلو اهوت زي ما انتم شايفين معايا. شايفه بقى القوام. دلوقتي بقى هنيجي لاخر مرحله وهي ان احنا نعبي بقى البرسيل الجل بتاعنا ده في الجراكن. انا كنت الاول بستعمل البرسيل الجل اللي هو بتاع الشركات، وده الجيركن بتاعه. كان الحجم الكبير ده انا كنت بشتريه قبل الغلوات والزيادات، كنت بشتريه تقريبا في حدود 100-110. حاليا وصل ل150 جنيه. فطبعا عملته بطريقة اقتصادية وموفرة جدا، وكمان آمن جدا على الغسالات الأوتوماتيك. أنا مش أول مرة أستعمله، أنا مش هصور حاجة ولا هنزل لكم حاجة إلا ما أكون جربتها مرة واتنين قبل كده. وطبعا مش هضحي بالغسالة الأوتوماتيك بتاعتنا، لأن طبعا كلنا عارفين إن أسعار الأجهزة الكهربائية دلوقتي بقت أسعارها مرتفعة جدا. وطبعا التركيبة ديت ب75 جنيه، يعني عملت من 75 جنيه حوالي 5 لتر من البرسيل الجل. معقولة في كده؟ وكده مليت اول واحد، وده الجيركن التاني برضو هملاه من البرسيل الجل. عايزه اقولك والله الطريقه انا مجرباها قبل كده كتير، حلو جدا واقتصادي وموفر وامن جدا على الغسالات الاوتوماتيك. وهقولك تاني امن جدا على الغسالات الاوتوماتيك، ما تخافيش جربيه وان شاء الله هيعجبك. وفاض معايا حبة صغيرين كده، فحطيتهم في جيركن من بتوع البرسيل اللي هو الصغير. زي ما قلتلك انا كنت بجيب الجيركن الكبير دوت كان عامل تقريبا في حدود 100-110. والجيركن اللي هو الوسط والصغير اللي انا بملاه حاليا دول انا كنت بجيبهم عرض مع بعض، كان بيبقى ب100 جنيه. فتخيلي ان انا اعمل تقريبا في حدود 5 لتر ونص من البرسيل الجل ب75 جنيه. طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي لازم ندور على بدائل للحاجات اللي احنا بنستعملها لما بنلاقي اسعارها غلت. وزي ما انت شايفة معايا كده من 75 جنيه عملت كل الكمية دي. قدرت افيدكم في الفيديو والله، وحاولت على قد ما اقدر ان انا امنتج واقلل المدة بتاعته. هنا كنت بوريكم ان الجيركن بياخد كام لتر من البرسيل. وفي اخر الفيديو اتمنى اكون فدتكم ولو بمعلومه بسيطه، واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. ولو ما كنتش لسه حطيت اللايك يا ريت تحطي لي اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان القناه تكبر بيكم وليكم يا احلى مشاهدين في الدنيا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.